وأشكره على أن جعلنا من أمة خاتم الرسالات، وأشهد أن لا إله إلا الله خالق الخلق ومبدع الكائنات، مبدق النعم ومنزل البركات، وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا وقرة أعيننا محمدا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أفضل الصلوات والتسليمات والتحيات، سيد الكائنات وسر الموجودات، صلى عليك الله يا علم الهدى، وآلك وصحبك وأزواجك الأمهات، ومن سار على خطاك واهتدى إلى يوم القيامة، الكل يومئذ محاسب على كل ما مضى وفات. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم يا مفهم سليمان فهمنا، اللهم يا معلم آدم علمنا، اللهم يا مؤتي الحكمة داود وسليمان آتنا الحكمة. وبعد، أحييكم بتحية الإسلام، وتحية الإسلام السلام، فأقول السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يقول الله عز وجل في القرآن المجيد بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم: ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده خبير بصير. وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد. صدق الله مولانا العظيم. وروى الإمام البيهقي في السنن الكبرى والإمام ابن حبان في الصحيح، وصححه الإمام الحاكم والمنذري من طريق سيدنا جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما قال: قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا تستبطئوا الرزق، أي لا تفكروا أن الرزق يأتيكم ببطء، فإنه لم يكن عبد يموت حتى يبلغه آخر رزق هو له. فاتقوا الله وأجملوا في الطلب من الحلال وترك الحرام. وجاء في الحديث المتفق عليه من طريق سيدنا عمرو بن عوف الأنصاري رضي الله تعالى عنه وأرضاه، والحديث طويل. قوله صلى الله عليه وآله وسلم: فوالله ما الفقر أخشى عليكم، ولكني أخشى أن تبسط الدنيا عليكم كما بسطت على من كان قبلكم، فتنافسوها كما تنافسوها وتهلككم كما أهلكتهم. وجاء في الصحيحين أيضا، وخرجه الإمام أحمد في المسند، والإمام الدارمي في السنن، والإمام ابن حبان في الصحيح من طريق سيدنا أنس بن مالك رضي الله
الرزق معاشر المسلمين يكتب لابن آدم وهو في بطن أمه، وهو في رحم أمه، بعد أن يكتب ذكر أم أنثى، شقي أم سعيد، وأجله المحتوم، الأجل الذي سيعيشه في الدنيا، كما ورد ذلك في الحديث الصحيح. فالرزق لا يتصرف فيه أحد سوى الله سبحانه وتعالى، ولو كان بين أحدنا الجن والعفاريت يأتونه بكل ما يطلب، لكن الرزق، خزائن الرزق بيد رب العالمين سبحانه وتعالى، فهو عطاء رباني، عطاء رباني يمثل وجها من أوجه النعم التي لا تعد ولا تحصى، وتمثل وجها من أوجه الفضل الذي لا يستقصى. فالرزق هبة من خزائن الوهاب سبحانه وتعالى التي لا تنفد، ينزلها سبحانه وتعالى بقدر وبعلم وبحكمة أزلية، أي مسطرة قضاء وأزلا في اللوح المحفوظ هذا الرزق. هذا الرزق الذي بسطه الله الحكيم لجميع خلقه، من خلق عاقل وخلق غير عاقل، حتى الحيوان يرزق، حتى النبات يرزق، حتى الجماد يرزق، حتى الخلق الذي لا نعلمه نحن يرزق. قلنا بأن هذا الرزق على حسب كينونيته وفطرته لا يتعدى بسطه مقامين: رزق مقامه التجريد، ورزق مقامه الأسباب. التجريد لغة بمعنى الإزالة، تقول جردت الشيء من الشيء، أي أزلته عن ذلك الشيء. وجرد الرجل ثيابه، أي أزال الثياب عنه. أما عند علماء السلوك والتزكية فهو 3 أقسام: تجريد الظاهر، وهو إزالة كل ما يشغل الجوارح عن طاعة الله سبحانه وتعالى، إزالة كل ما يشغل الجوارح، الأيدي والأرجل واللسان والحواس، أي كل ما هو ظاهر من الإنسان
تزيل هذا الظاهر عن معصية الله سبحانه وتعالى وتدخله في طاعته عز وجل. وهناك تجريد الباطن وهو عكس التجريد الظاهر، وهو إزالة كل ما يشوب القلب والروح عن الحضور مع الله سبحانه وتعالى، أي بتجريد الظاهر وتجريد الباطن إفراد القلب والقالب لله سبحانه وتعالى، أي أن تكون إنسانا قلبه وقالبه مع الله سبحانه وتعالى. أما الأسباب فلغة جمع سبب، وهي أو له عدة معاني: معناه السبيل، ومعناه الطريق، ومعناه المنهج، ومعناه الوسيلة والذريعة وغيرها من المعاني اللغوية. أما في الاصطلاح كما عرفها الشيخ ابن عباد الرندي النفسي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، قال: هو عبارة عما يتوصل به إلى غرض ما ينال في الدنيا، فهو التسبب والاكتساب. إذن يظهر من هذا أن مقام التجريد أو المقام الأول هو عكس المقام الثاني، هو مقام الأسباب. أي المقام الأول يأتيك بلا أسباب، مقام التجريد مقام بلا أسباب، أما المقام الثاني فهو مقام قائم على الأسباب. وأعطي لكم مثالين من القرآن الكريم: آية فيها مقام التجريد، وآية فيها مقام الأسباب. وكلا المقامين حصلا لشخص واحد. قال الله عز وجل على لسان سيدنا زكريا عليه الصلاة والسلام: قال يا مريم أنى لك هذا؟ قالت: هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. وقال تعالى على لسان سيدنا عيسى عليه الصلاة والسلام: وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. فالمقام الأول هو مقام التجريد، مقام اللا أسباب. يا مريم أنى لك هذا؟ من أين لك هذا؟ أكل الشتاء يأتيك في الصيف، وأكل الصيف يأتيك في الشتاء. قالت: هو من عندك، هو من عندك، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. المقام الثاني هو مقام عكس المقام الأول، اللي هو مقام الأسباب. قال: هزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا، أي تسقط عليك الرطب والتمر من النخلة، أي لا تنتظري
أن يرزقك الله عز وجل بلا أسباب، وهي لشخص واحد، هي السيدة مريم عليها السلام. وقال الإمام ابن عطاء الله السكندري رضي الله تعالى عنه وأرضاه في الحكم: إرادتك التجريد مع إقامة الله إياك في الأسباب من الشهوة الخفية، وإرادتك الأسباب مع إقامة الله إياك في التجريد انحطاط عن الهمة العالية. أي إذا كان الله عز وجل قد أقامك في الأسباب، خذ يا عبدي بالأسباب، وأنت تريد اللا أسباب، فهذه شهوة خفية في ابن آدم، أنه يريد كل شيء بلا أسباب. أما إقامة الله إياه في التجريد، أي في مقام لا أسباب، وأنت تريد مقام الأسباب، فأنت قد نزلت من مرتبة عليا إلى مرتبة سفلى، أي أنك تطلب المرتبة السفلى مع أن الله عز وجل قد اختار لك المرتبة العليا. بمعنى أن الله عز وجل إذا أقامك في مقام وفي مرتبة، فلا تتجه إرادتك إلى مقام آخر، لأن إرادتك غير إرادة الله سبحانه وتعالى، مع أننا نقول كما جاء في الحديث: الكنز الذي هو كنز من كنوز الجنة قولنا لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إذا كان إرادتك أو إذا كانت إرادتك قد اتجهت إلى مقام غير المقام الذي أراده الله سبحانه وتعالى إليه، بمعنى أنك قد أثبتت لنفسك حولا وقوة، أثبتت لنفسك حولا وقوة، مع أنك تقول لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، إذن تكون قد ناقضت ما قلت وفعلت خلاف ما قلت. والله عز وجل نبهنا على هذا فقال: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. هذا الذي عندي والله أعلم، فإن كنت أصبت فمن الله، وإن كنت أخطأت فمن نفسي ومن الشيطان، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وقلبا خاشعا وعينا دامعة ونفسا إليك طامعة وشفاء من كل داء يا رب العالمين. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت،
صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم.